السلام عليكم، معكم الزاك مقصر، وهذه هي الحصيله ديال السيمانه الثالثه من الدوري الانجليزي الممتاز. احسن ما كاين في كره. الفيديو غتكون شويه مختلف على الفيديوهات اللي قبل، وغادي نهضر غير على توب 6 ديال الدوري الانجليزي: ليفربول، ارسنال، السيتي، اليونايتد، توتنهام وتشيلسي. وقولوا لي شنو بان لكم في هذه الفورمولا الجديده في لي كومونتير. بلا ما نطول عليكم نخليكم معنا الفيديو. بدينا بتشيلسي كونتر من فولهام، ماتش اللي كان الصراحه من جهه واحده واخا فولهام ماركاو بيت اللي ما تحسبش في الاول، ولكن تشيلسي كانوا محكمين تقريبا في الماتش، قدروا انهم يماركيو جوج بيوتا وضمنوا لي 3 بوان ديالهم. مازال انزو وكايسيدو كيقدموا اداء خيالي في الوسط ديال تشيلسي، اضافه لجواو بيدرو اللي حتى هو مازال كيقدم اداء واعر مع تشيلسي، كيماركي كيصنع كيدير المشاكل. واللي مزيان هو انه ديما ديسيزيف مع فرقته. على العموم تشيلسي كانت مزيانه، كانت محكمه في الماتش، والصراحه كانت 3 بوان اللي سهله بزاف. مانشستر ضد من بيرنلي، الماتش بدا بنفس التشكيله، بنفس الخطه، بنفس اللعب تقريبا، حتى شي حاجه ما تبدلات في مان يونايتد. تيجيني تيديروا نفس الاغلاط وتيتسناو ريزولطا مختلف، لكن واخا هكا قدروا انهم يماركيو بيت في الشوط الاول. كان عندهم استحواذ، كانوا شويه الفرص، مي ما كتحس ان ما كايناش فكره، ديما دوك التطوع من الدفاع للهجوم، تيتسناو ان لي سكون بالون يطيحوا ويربحوهم. كاين شي فكره، ما كاينش شي حاجه اللي واقفه على الصح. واخا انه في هذا الماتش هذا حاولوا انهم يدوزوا من الوسط، حاولوا انهم يبنيو على فرنانديز، كان شويه قل من الماتشات اللي قبل، ولكن في غالبيه الاحيان كانت تقريبا نفس الحاجه كتعاود. الشوط الثاني تحرك شويه الماتش، كانت شويه لاكسيون من الفراقي بجوج، كانوا فرص من هنا ومن لهيه، كان تكافؤ، مازال نفس العشوائيه، مازال نفس الفكره اللي غايبه على اليونايتد. وفي اخر اللحظات فاش كان كلشي كيتوقع ان الماتش غيسالي تعادل، ايضات يونايتد بينالتي بخطا ديال بيرنلي، قدر الكابيتان ديالهم انه يماركيه ويجيب لهم اول 3 بوان ديالهم في هذا السيزون. على العموم الاداء ديال يونايتد ما كانش مقنع تماما، ما معولين على شي اداء فردي ديال شي لاعب، وكتحس ان ما كايناش فكره واضحه، مازال ما كاينش شي حاجه اللي واقفه على الصح. باش نكونوا واقعيين، الا كانوا عانوا مع فرقه اللي بحال بيرني وقدروا انهم يربحوها بزز وبخطا ديال بيرني اللي جابوا بيلاتي، كي غيديروا قدام الفرق الكبار بحال ليفربول، بحال السيتي، بحال تشيلسي. سبيرز كونتر بورنموث، بدا الماتش ديالنا بمفاجاه ديال بورنموث، وقدروا انهم يماركيو بيت في اول الدقائق ديال المباراه. بورنموث كانوا الصراحه محكمين في الماتش، كانوا ضاغطين، ما خلاوش سبيرز يتنفسوا، قدروا انهم يماركيو عليهم بيت، وعلى شويه زقلوهم في الثاني. ديما تتربح المعركه ديال الوسط، ديما تيربحوا لي دويال. صراحه الشوط الاول كان 100% ديال بورنموث، يعني تحكموا فيهم اداء ونتيجه. في الشوط الثاني سبيرز كملوا على نفس الاداء الخايب، كان عندهم استحواذ سلبي، الفرص كاملين بقاو عند بورنموث. راح برافو عليهم وبرافو المدرب ديالهم اريولا اللي قدروا انهم يجيبوا 3 بوان مهمين من لندن باداء اللي كان كبير الصراحه، وكان خيالي وكان مقنع. سي فري ماركاو بيت واحد، ولكن قدروا انهم يحافظوا عليه، ما يرجعوش للور، وكانوا ديما هما الاخطر في الماتش. توماس فرانك غادي يخسر اول ماتش ديالو في بريمير ليغ مع توتنهام، راح خساره اللي كانوا يستاهلوها. ما كانش شي حاجه مفاجئه. اللي مفاجئ هو انه ما كانش نفس الاداء ماتشات ولا جوج الماتشات الاولين، وتيبان ان واخا هكاك توتنهام مازال تابعه على الخير. برايتون ضد من السيتي، ماتش اللي بدا الصراحه ناشف. الشوط الاول كان عيان بزاف، كانوش بزاف الفرص. الفرصه الوحيده اللي جات كومبينيزون ما بين مرموش وهالاند، وقدروا انهم يجيبوا بيت. وتا برايتون باش نكونوا واقعيين تما ما كانوش مزيانين، يعني كان شوط ناشف من الفراقي بجوج. الشوط الثاني جاني ما تبدل حتى شي حاجه من غير النتيجه، برايتون بقاو على نفس الاداء، السيتي تا ما بقاو على نفس الاداء، الا ان برايتون قدرات انها تجيب جوج ديال البيوت وتفوق على السيتي. لي شونجمون اللي مزيانين من المدرب. السيتي كتخسر ثاني ماتش ديالها على التوالي، وثاني ماتش ما تيقدروش يلعبوا مزيان، ما تيقدروش يدوروا كره، مازال ما لقاوش اللعب ديالو. الحاجه الايجابيه الوحيده في السيتي هو العوده ديال رودري للوسط، كومبينيزون ديالو مع تيجاني. الصراحه تيبان ان يخصهم غير شويه الوقت وغادي يوليو يولفوا على بعضياتهم. زياده على سانوف حتى هو اللي كان مزيان في الدفاع، وغير خرج تلقات السيتي البيت الثاني. حتى دابا السيتي مازال ما لقاتش الريتم ديالها، مازال ما لقاتش اللعب ديالها، الفورماسيون المثاليه باش تقدر تبدا، مازال ما بانش كيفاش يقدر يلعب الشرقي ومرموش في نفس التشكيله، حاجه ناقصه.
قيس لينا الكلاشات ديال البيك 6 باكبر كلاش قمه ديال بريمير ليغ بين الشامبيون والوصيف ديالو ديال العام الفايت ليفربول ضد ارسنال. غالبا غيتقاتلوا حتى هذا العام على التيتر، ولكن القمه ما كانتش على حدود التوقعات. الشوط الاول الصراحه كان ناشف بزاف، كانوا الفرق بجوج مخلوعين بحال بجوج باغيين تعادل، كانوش فرص حقيقيين. والشوط الاول خرج ناشف، لا من الهجوم ديال الارسنال حتى من الهجوم ديال ليفربول اللي ما كانش كاع حاضر. الشوط الثاني وبدايه من الدقيقه 60 تقريبا بدا شويه الماتش تيتحرك، بدات ليفربول كتحرك، بداو حتى الارسنال الصراحه تيتحركوا. دونك كانت هجمه من هنا هجمه من لهيه، كانت شويه ديال لاكسيون. لي شونجمون اللي دار سلوت وحتى لي شونجمون اللي دار ارتيتا كانوا مزيانين، حركوا شويه اللعب وقدرات ليفربول انها تجيب هدف مهم بزاف عن طريق سوبوسلاي اللي ماركا بيت واعر الصراحه، كفره اللي خدا المسؤوليه انه يشوتها وشوتها وجابها في الشبكه. الصراحه هذا كان ماتش من دوك الماتشات المزيرين اللي كيسالي بواحد الزيرو. ليفربول جاتني انها كانت ذكيه في كيفاش تجيري الماتش ديالها. سي فري في الشوط الاول ما كانوش مزيانين، كانوا خايبين، ولكن دفاعيا جاني تحسنوا بزاف، ما كانوش نفس الاغلاط اللي قبل. كوناتي وفيرجيل جانو كانوا داروا ماتش زويون بزاف، سيرتو فيرجيل كان محكم في الدفاع. والشوط الثاني قدروا انهم يجيروا الماتش ديالهم، جاتهم فرصه استغلوها وسدوا الماتش. سيمانه اخرى ديال البريمير ليغ شفنا بزاف ديال البيوتا، شفنا مفاجآت، وهذه هي احسن تشكيله ديال السيمانه الثالثه من الدوري الانجليزي الممتاز. بيتروفيتش الحارس ديال بورنموث في غارديان اللي دار ماتش زويون الصراحه، عاون فرقته انها تكاردي البيت الوحيد اللي ماركاو ويضمنوا 3 بوان ديالو. الدفاع اختاريت كل من سينسي وفيرجيل، داروا ماتشات زويونين مع فرقتهم، لا فيرجيل مع ليفربول ولا حتى سينسي مع بورنموث كانوا حاسمين في 3 بوان اللي جابوا في راقيهم. جناب اختاريت كل من كيركيز وسوبوسلاي اللي صراحه داروا ماتشات خياليين. بين كيركيز غيلعب اول ماتش مزيان ديالو مع فرقته ليفربول، خرج ماتش زويون، خرج ماتش نقيقي وانا بيرسونيل معجبني. وسوبوسلاي بلا ما نهضروا عليه ديجا لعب في بلاصه اللي ماشي بلاصتو ودار ماتش خيالي كونتر من مارتينيلي وكونتر من ايزي. فاش دخل كان ديما حاضر، كان ديما تيعاون الدفاع، جاب الرباح فرقته. في الوسط عندنا برونو فرنانديز اللي واخا فرقته ما دارتش ماتش مزيان، ولكن هو كان الصراحه حاضر، كان ديما تيحاول. دوك الاغلاط اللي كانوا تيديروا يونايتد قبل في الماتشات اللي قبل حاول هو ينقص منهم، حاول انه يكري الجو. وفي اهم بيلانتي اللي كان خص يماركي جاني انه خدا المسؤوليه وكان قدها وقدر انه يماركي البيلانتي ديال فرقته ويجيب لهم اول 3 بوان ديالو. عندنا رايان غرافنبرغ اللي تا هو دار ماتش زويون كونتر من الارسنال، بحال هو لا فيرتس بجوج داروا ماتشات زويونين، غير هو فيرتس كان ناقص شويه في الشوط الاول. كيفاش اختاريت رايان اللي كان تقريبا ثابت على طول الماتش. كاين عندنا انزو اللي الصراحه ما كاينلاش نزيد نذكر الاداء ديالو مع تشيلسي، اداء اللي غادي ثابت وديما ديما عنده كونتريبيسيون مع تشيلسي، سواء في البيوت في لي زاسيست ولا حتى في الكونتريبيسيون الدفاعيه ديالو. الهجوم كاين عندنا بويمو اللي الصراحه حتى هو دار ماتش زويون مع برونو فرنانديز، كان هو اللي تيحاول، قدر انه يماركي بيت، كان ديما تيدير الازعاج لبيرلي. والصراحه الجهه ديالو هي الوحيده اللي كانت خدامه، والهجمات كاملين كانوا تيجيو من جهته. عندنا ايفان نيلسون المهاجم ديال بورنموث اللي قدر يجيب البيت الرباح ديال فرقته، ديما تيدير المشاكل سبيرت، وقدر انه يحافظ على النتيجه مع فرقته بالضغط ديالو العالي، بانه يكون اول مدافع في المنظومه ديال بورنموث. نختموها كاين عندنا جواو بيدرو اللي مازال كيحافظ على المستوى ديالو المزيان مورا الماتش الاول اللي كان دارو خايب، مازال غادي مزيان، مازال غادي ثابت، مازال تيلعب البوست ديال 10 بطريقه مزيانه، كسوا في لي زاسيست ديالو، الاهداف ديالو، ولا حتى الخلق ديالو للعب مع صحابه. الجوائز ديال هاد السيمانه فكاين عندنا احسن جوار غنعطيها لسوبوسلاي اللي كنلعب في بوست اللي ماشي ديالو، قدر انه يتحمل المسؤوليه ديال الكفره ويجيب البيت ديال الرباح لفرقته، وما كانش كاع خايب، كان زويون بالعكس، كان تيكونتريبيو في الدفاع، حيد شحال من كره، وكان حتى في الهجوم كان ديما مزعج، ديما طالع
تقريبا وقيله هو اكثر واحد غيكون جرا في داك الماتش. السلبيات ديال هاد السيمانه غنعطيه لسوبوسلاي. الكفره اللي ماركا كونتر من الارسنال كانت الصراحه واعره. تنصن المدرب غنعطيها لادوني اريولا المدرب ديال بورنموث انه يخرج ماتش زويون كونتر من سبيرز. قدر انه يحرج توماس فرانك قدام الجمهور ديالو. دار ماتش زويون الصراحه خصوصا بلي شونجمون اللي دار ولا حتى بالتكتيك اللي انتهج. كان ديما ضاغط ما كانش تيخاف وقدر انه يجيب 3 بوان مهمه لفرقته. اللاعب شاب غيكون هو ياكوبا مينتي لاعب ديال برايتون. فرقته ما كانتش مزيانه كونتر السيتي، مع ذلك قدرت انها تربح ضدهم. فهو كان ديما مزعج. كانت الجهه ديالو الصراحه كان تيخلق فرص، كان تيحاول واخا ما ماركاش ولكن وما عطاش لي زاسيست. كان مهم بزاف للربح ديال فرقته. واحسن لاعب افريقي اختاريت هذه السيمانه هو بويمو اللاعب ديال يونايتد اللي كيقدم اول ماتش كبير مع فرقته. واخا فرقته ما داروش ماتش مزيان، واخا قدروا انهم يربحوا بصعوبه، ونقدر نقول انهم ربحوا بالزهر شويه قدام من بيرنلي. مي واخا هكاك هو ما كانش خايب، كان زوين، كان جهته كانت هي اللي خدامه، قدر انه يجيب بيت. كان ديما تيدير المشاكل، ديما تيحاول، ديما تيعطي الفرص. كان زويون بزاف. دابا كان الا عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش دوز عندي الكيك فين كنستريميو الماتشات ديال الدوري الانجليزي، اسباني وحتى الشامبيونز ليغ. فاش غادي نهضروا على كره كنتفرجوا بيناتنا، كنشطوا، واهم حاجه هي كنقصروا. ما كان تهلا.